السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي وصفات الجمال، ومرحبا بكم في وصفه جديده. وإلا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي وعجبكم المحتوى اللي كنقدم، ما تنساوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم ماسك السدر المعجزه لتبييض الوجه وتوحيد اللون وازاله التصبغات وحروق الشمس. كيوحد لون البشره وكيحيد النمش والكلف. خليكم مع الوصفه. على بركه الله غنبدا في تحضير ماسك اليوم. المكون الاول هو الجزر وبيان خيزو، زوين بزاف للبشره، كيوحد لون البشره، كيحيد التصبغات واثار حروق الشمس، غني بفيتامين سي. غندوز نحكو باش نستخرج منه الماء ديالو. خليكم معايا. نحك خيزو في الحكه الرقيقه. تنحكو مزيان وتنغسلو باش نستخرج منه الماء ديالو. ولا البنات، من بعد ما عصرت خيزو كما كتشوفوا معايا حصلت على الماء ديالو. دابا ندوز نحضر معكم الماسك. واحد الاناء كندير السدر، تناخذ اوراق السدر وتنطحنهم مزيان مزيان وتنغربلهم. ضروري ما تطحنوا السدر على يديكم. كما معروف السدر زوين بزاف للبشره، كينقي البشره، كيحيد التصبغات والنمش والكلف، كيجدد لنا الخلايا ديال البشره. من بعد ما درت السدر كنضيف ليه ماء الجزر وتنخدمو مزيان مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو. الأحسن تستعمل شيفوي. تنخدمو مزيان مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويطلق الهلام ديالو. وصفة أكثر من رائعة، كتحيد كاع مشاكل عندنا في البشرة، خصوصا التصبغات وحروق الشمس. هذا الماسك كيصلح لجميع الانواع البشر، حتى البشره الحساسه. كما كتشوفوا معايا البنات، السدر طلق الهلام ديالو والفوائد ديالو. دابا نكمل معكم الوصفه. كنضيف حليب بودره وبيان نيدو وبيان حليب مجفف، كيوحد لون البشره، كيحيد التصبغات وحروق الشمس. تنخلطو مزيان، وضروري من حليب بودره باش يرطب لكم البشره وما تنشفش لكم. اي مكون كنضيفو تنخلطو مزيان باش يطلق الفوائد ديالو. نضيف دقيق الرز. كناخذ الرز وتنطحنو مزيان وتنغربلو. ديما تيكون عندي في الدار. الفوائد ديالو كثيره وعديده، كيفتح البشره وكيوحد اللون ديالها وكيحيد التصبغات. انا كان نحسب الوصفه الطبيعيه خليها من المواد الضاره. كنت ديجا شاركت معكم جوج الفيديوهات ديال ماسك السدر، غنخليه لكم هنايا في الاير بيان في صندوق الوصف بطريقه اخرى. كنضيف مايزينا وبيان دقيق الذره او النشا، كتشد الوجه بحال بوتوكس طبيعي. كما معروفه الفوائد ديالها كثيره وعديده، كتجبد لينا الوجه، كتحيد التجاعيد وكتبيض البشره.
وللبنات الماسك ديالي واجد. بالنسبه لطريقه الاستعمال، كان من بعد ما كنكونوا غسلنا البشره ديالنا بالجيل نيتويون، كنطبقوا الماسك على البشره ديالنا والرقبه واليدين، وتنخليه واحد المده ديال 20 دقيقه. ابخي تنغسلوا وجهنا، ودوموا على هذا الماسك مرتين في الاسبوع، وغتعجبكم النتيجه. من الاستعمال الاول غيبان لكم واحد الفرق يا سلام في البشره ديالكم، واحد البياض وواحد النعومه. هذا الماسك يصلح لجميع انواع البشره، حتى البشره الحساسه. ومعادنا ان شاء الله في الوصفات الجايين باذن الله. في امان الله، بسلام عليكم.